بدأ كلام يتقال ان عمر الساعي بيفكر او بيطلب انه يعار من النادي الاهلي. لم يحدث. وهنا مش بقول لك تعيره او ما تعيروش، ده خبر مش صحيح خالص. يعني الناس رددت الكلام بناء على احد التصريحات في نادي الاسماعيلي ان لو النادي الاهلي فكر انه يعيره احنا عايزين او مرحبين انه يكون موجود معانا. ودي كارثه اصلا، كارثه انك لو فكرت انك تعمل دي، لان 50 مليون جنيه بتستعيره وتاخده اقل من 6 شهور وترجعه تاني لنفس النادي اللي انت لسه ما كملتش دفع ال 50 مليون جنيه ليه. طبعا الكلام صعب قوي، صعب قوي. ولكن عمر الساعي محتاج مجهود مضاعف علشان يثبت لمارسيل كولر انه يدخل حساباته، لان زي ما بقول لحضرتك كده مارسيل كولر ما كانش ميت على عمر الساعي انه يكون موجود. ولكن مين اللي كان ميت عليه مارسيل كولر انه يكون موجود مع النادي الاهلي في فتره الانتقالات الماضيه؟ هو محمد علي بن رمضان. والكلام بدأ يطلع كمان على محمد علي بن رمضان. اقول لك المعلومه الحقيقيه بقى. توصل بعض الوسطاء مع الكابتن محمد رمضان ومع النادي الاهلي واكدوا للنادي الاهلي ان محمد علي بن رمضان متاح بشكل كبير دلوقتي وبمقابل مادي اقل من المعروض او اللي كان مطلوب ومن المفاوضات اللي كان من فرانك فروزي المجري اللي كانوا بيغنوا في الانتقالات اللي فاتت، علشان محمد علي بن رمضان يعتبر لعيب مش موجود معاهم طول الفترة اللي فاتت، وكمان مفيش عروض قوية. وبالتالي الناس اللي راحت للنادي الأهلي قالوا لهم هذه هي الفرصة المناسبة والمواتية للتعاقد مع محمد علي بن رمضان. وإذا كنتوا عايزين إقساط هتلاقوا، وعايزين أي حاجة هتلاقوا. بص، هتلاقي الدنيا مفروشة ورد، وأفضل فرصة من ممكن إنك تتعاقد فيها مع اللاعب. النادي الأهلي على طريقة إن شاء الله، ألف ألف مبروك. هنفكر ونشوف. هناك شكوك حتى من النادي الأهلي إن الناس دي يا جاية من ناحية النادي المجري، يا جاية من ناحية محمد علي بن رمضان. طبعا واحد من الاثنين. حلو. طب الموقف داخل النادي الأهلي إيه دلوقتي؟ الموقف داخل النادي الأهلي إنك دلوقتي عندك مكان واحد أجنبي وهتفضي مكان للجناح يا رضا سليمة بيرسي تاو. طب محمد علي بن رمضان اعمل بيه ايه دلوقتي؟ طب ما قلتش كده ليه للناس هناك انك ممكن تقول لهم لا وتقفل القصه؟ قال لك من الوارد اصلا ان تاو ورضا يمشوا الاثنين في الانتقالات اللي جايه، تاو ورضا. وده السبب الرئيسي اللي خلى النادي الاهلي ما يقفلش تماما سكه محمد علي بن رمضان. تاو بنسبه 99% النادي الاهلي خلاص قافل القصه ومنتظر اي عرض يجي بيرسي تاو. ولكن الكلام عن رحيل تاو هيكون بعد نهايه كل المباريات اللي في شهر 12. قبل شهر 12 ما يخلص بيومين 3 هتبدا تتكلم. بس ساعتها انت تكون مجهز مين؟ الجناح الاجنبي اللي هيخش مكان تاو، لانك المفروض تكون مجهز المهاجم اصلا اللي جاي مكان المكان الشاغر عندك. طب لو جه الرضا فرصه عرض قوي، النادي الاهلي هيوافق. طب لو ما جاش، هنا هتبقى مقفوله مع محمد علي بن رمضان. انما النادي الاهلي مش هيوافق ان رضا سليم يطلع بمقابل مادي زهيد، لان هناك قناعه داخل النادي الاهلي ان رضا لسه ما خدش فرصته مع مارسيل كولر، وان الموضوع نفسي اكتر منه فني، وان كولر لو بيتعامل مع رضا سليم نفسيا افضل وبيديله فرص اكتر، رضا سليم هيبان مع النادي الاهلي اكتر من كده. عشان كده انا بقول لحضرتك الاقرب والاكتر اللي جاي في الفتره اللي جايه هو المهاجم والجناح الاجانب اللي النادي الاهلي بالفعل المفروض يشتغل عليهم. واللي انا هنا برضو في جزئيه غريبه جدا، حتى الان مفيش اداره تعاقدات قويه داخل النادي الاهلي. في حاجات غريبه والله العظيم، وفي قرارات متاخره والله العظيم. فيعني فكره اقتصار التعاقدات وابرام التعاقدات
على الكابتن هاني رمزي فقط، وهي مخاطره في توقيت غير محسوب من وجهه نظري. ولو قدر يخلصها الكابتن هاني رمزي هتبقى حاجه من وجهه نظري انا غريبه، لانه واحد عمره ما اشتغل في التعاقدات، عمره ما خاض التجربه قبل كده، وجاي في يناير المفروض تجيب مهاجم اجنبي قوي وتجيب جناح قوي. ما علينا، خلينا نشوف هي هتخلص ازاي وتمشي ازاي. ما احنا مستنيين بنقول ارائنا، وفي الاخر الاراء بتطلع صح، ويرجع يقول لك خلاص يا عم لا تبكي على اللبن المسكوب، لا تبكي على اللبن المسكوب. ماشي، مش هنبكي على اللبن المسكوب. زي ما بالظبط ما بقول لك، هو فين الراجل المعد النفسي اللي يلم الفرقه؟ ده احنا يوم ما رحنا نجيب معد نفسي جبناه كان عايز يتعالج هو الاول. يعني لما اخترناه وقال لك اخترناه وفاضلنا بينه وبين خمسه وسته، وكولر قعد معاه ومش عارف مين، وهوبا وحدوته وروايه وبتاع، وانا طلعت ادي معايير الاختيارات بتاعتنا في الناس اللي احنا بنجيبها. لكن ما علينا، تعال ارجع بيك للذاكره لورا شويه معلش، عشان احنا بنتكلم في تعاقدات. طيب يبقى المهاجم اللي بالمناسبه كابتن هاني رمزي رشح واحد جديد تاني غير الاربعه اللي كانوا مع كولر، والواحد اللي كان على جنب كده اللي احنا المفروض مخلصين معاه. يعني المفروض معانا دلوقتي بسم الله ما شاء الله 6 مهاجمين اجانب. ما عندناش حجه خالص، يعني ما عندناش حجه ان احنا ما نجيبش مهاجم. ثم عندي الجناح، وده احنا هنشتغل فيه. اتمنى لو في عرض قوي لرضا سليم في الفتره المقبله، يعني سواء من قطر او من اي حته، يطلع اعاره يا اخي عادي، وتشوف محمد علي بن رمضان اللي هو بفلوس كويسه، اللي هو بفلوس كويسه ما عندناش مشكله فيها يعني. اما عن الخلاف اللي موجود داخل لجنه التخطيط على نجيب ربيعه ولا نجيب محمد ربيعه طبعا، ولا نجيب مصطفى العش ولا نجيب محمد اسماعيل، ولسه كولر ما ردش علينا في ترتيب واحد فيهم، هات الاثنين، هات الاثنين، هات محمد ربيعه وهات مصطفى العش، عادي يعني، عادي يا باشا، وتدفع، ادفع وهات، واللعيبه عندك. بس المهم تنجز. الفرقه ما فيهاش اختيارات كتيره بالنسبه للجهاز الفني، بالنسبه لمارسيل كولر خالص يعني. بس راحت دلوقتي في سكه الحق ده الاهلي بيدور على بدلاء لمارسيل كولر عشان مارسيل كولر هيمشي، بدا لسه هو فايلر هيرجع ولا لا يا جماعه؟ الكلام ده بعيد اصلا، ما فيهوش تفكير اصلا دلوقتي. عشان ارد عليك في سؤال زي كده، هو كولر فين يا جماعه؟ كولر فين في